ورجعنا تاني للكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا والذي منه. النهاردة النادي الأهلي بيفوز على اليانج أفريكانز ويأكد صدارته للمجموعة. الأهلي النهاردة يعني فوز، مش عايز أقول لك سهل، بس يعني أهو ما شقاش النهاردة، يعني فاهم قصدي. الأهلي يانج أفريكانز فرقة بتنقل الكورة كويس، بس يعني تحس إن هي يعني بلا لازمة، بلا داعي، مفيش أي هدف من اللي هي بتعمله. فكان فريسة سهلة للأهلي، و تريزيجيه بيحرز هدفين. تريزيجيه لعيب كبير، لعيب كبير وهو كبير في السن، يعني لعيب كبير في السن. هو انا كنت لسه بتكلم مع واحد صاحبي، هو يا جماعه هو ضاغط نفسه بنفسه، يعني هو حاطط نفسه تحت ضغط بلا داعي. انت ابني من ابناء النادي الاهلي عادي، مش لازم تيجي تقول انا جاي من بره، انا اللي هشيل النادي الاهلي على كتافي، وانا اللي جامد، وانا اللي مش عارف ايه، عشان لما بتضيع كوره كل اللي انت شايله دوت بيقع على دماغك. فالجمهور انت موصل له ان انت حلال العقد، انت اللي مفيش منك اتنين. فلما حاطط نفسك في حته كبيره، اللي هو مخلصاتي بتاع المشاكل اللي جايه ينقذ النادي الاهلي، انت لو حطيت نفسك في حاجه يعني في مرتبه عاديه، وسبت الظروف تخدمك، وشلت الضغط من على نفسك، وشلت الظروف تخدمك، وانت الجمهور يحطك في الحته دي، كان هيبقى الوضع احسن، كنت هتأدي احسن من كده. لكن ما اعرفش ليه، هو انت مع المنتخب برضو ما كنتش قد، يعني ما عملتش حاجه مع منتخب مصر، ما كنتش مؤثر. انت لعيب مجتهد عندك يعني. انا بحب النوعيه دي بصراحه، يعني انا مع يعني تختلف او تتفق معايا، انا بحب اللعيبه اللي هي عندها دم وعندها حميه في الملعب، حتى لو مستواها الفني وحش، ربنا بيكافئ زي النهارده كده. فنيا تريزيجيه مش عالي، بس يعني يطلع يلتحم في الكره الاولانيه، الهدف الاولاني، ويطلع ياخدها من فوق مدافع، ومش اول مره يعملها بالمناسبه. فدي توفيق من عند ربنا ان تخبط في ايد الحارس وتخش. الكره التانيه، يالا يا امام يا ابن اللعيبه ده، يالا يا صايع ده، امام عاشور الولد ده ملوش حل. الله يخرب بيتك يا مرتضى منصور تاني، والله انا عملت فيديو مخصوص على الحته دي، على اللي ضيع منه لله، اللي ده اسمه كده منه لله، اللي ضيع امام عاشور من الزمالك. الفيديو اسمه كده، فيديو من سنه. الولا امام يعني بصراحه، يعني 80% من قوه الاهلي الهجوميه امام عاشور. شيل امام عاشور كله زي بعضه بصراحه. وحسام حسن كان فشخ في خط النص، وبيضيع مجهوده ورا. فبصراحه امام عاشور ولد 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 ولد. اللمسه، الولد جاي مجهز اللمسه بوش رجله غمزه صغيره الشمال، مجهز، وهي جايه له لسه في السكه، مجهز هيعمل ايه، وراحت بالمقاس وحاجه يعني في منتهى الصياعه. فالجون التاني دوت، انا تريزيجيه 50% عشان لف وعدل جسمه حط ار2، بس 50% او يمكن اكتر كمان من 50% السندل من لمسه واحده من امام عاشور بوش رجله الشمال. معلم. وكل الكور وفنتات ودريبلينج بالكوره وكنترول عليها، لا بصراحه امام عاشور ملوش حل، والله ملوش حل. فكان سبب كبير النهارده ان الاهلي يفوز هو امام عاشور، يعني بغض النظر ان تريزيجيه هو اللي جاب الجونين، بس امام عاشور ملوش حل. حاجه النقطه تانية بقى لزيزو، ما تزعلوش مني، والله بجد ما تزعلوش مني. الاهلي لبس زيزو. انت ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ ده مش كان احسن لعيب عندكم؟ وانت مش عارف ايه يا عم، اهدى بس. زيزو المبلغ اللي اتدفع فيه مش المقابل بتاعه اللي بيقدمه زيزو. بمعنى يعني زيزو ده لو بياخد مثلا 20 30 مليون جنيه في السنه مبلوعه، والله. على يعني فرقه زي يانج افريكانز دي، انت اللي عديت واحد على واحد، انت اللي عملت دبل باص وضربت خط دفاع.
انت لو رفعت اوفر النهارده بالمقاس قدام فرقه زي دي ودفاعها ضعيف، المفروض تعمل الحاجات دي امتى يا عم زيزو؟ قدام مين؟ بالله عليك قول لي. المفروض تبان واحد على واحد مش عارف يعدي نهائي. نهائي. امام عاشور مش وينج بس بيعدي واحد على واحد. تريزيجيه وينج وبيعدي واحد على واحد، سواء لجوه او سواء لبره. محمد عبد الله الناشئ اللي مشي كان بيعرف يعدي واحد على واحد. فزيزو انا اسف يعني، انت فرحان بيه كاهلاوي براحتك، بس ده قدام فرقه زي دي لا مش عارف يعمل اي واجب من واجبات الوينج. لا اوفر، لا واحد على واحد يعدي، لا فنت يعدي، ولا يعمل ولا التحام مشترك بيكسبه. انت دافع فيه 100 مليون جنيه عشان قدام فرقه زي دي يباصي يطلع من باص من رجله سليم. يعني في كلمه المفروض اقولها بس مش هينفع. على العموم الاهلي كسب النهارده بزيزو او من غير زيزو كان هيكسب. فرقه يعني مش قد كده. ان شاء الله الزمالك هيلعب ماتش مصيري مع المصري يوم الاحد في الكونفدراليه. الزمالك المفروض يكسب ماتش ويتعادل ماتش يضمن التاهل. طب انا بقى قبل ما ادخل الفيديو كان القضايا اللي على النادي الزمالك 9 قضايا، وانا بعمل لسه بدوس على زرار تسجيل الفيديو بقى 10. اكني دوست، عارف انا اكني دوست على زرار ستوب واتش. 10 قضايا، 11 قضيه. ايه ايه هو انتوا ما بتشبعوش رفع قضايا علينا؟ وفرحانين قوي النهارده منزلين لي فيديو صفقه جديده وطلع في الاخر محمد السيد الناشئ جددته الناشئ. طب ما عملتوش فيديو ليه للسيد اسامه الواد الشاب اللي لسه مجدد؟ ما هو في سن محمد السيد، ولا عشان ده كان هيهرب منكم وكان هيروح الاهلي فعملتوا فيديو احتفال؟ يعني مش عايز اتكلم في كلام، نفسي اتكلم في ان اللعيبه بقى خلاص خدت جزء من مستحقاتها يا جماعه وان شاء الله يعني في مدرب اجنبي ممكن يجي. انا زهقت كلام سلبي من على الزمالك والله العظيم زهقت. بقى بيقفلوا الواحد من الكلام على الكوره. مبروك الاهلي النهارده، وكان المدرب ادار الماتش بشكل كويس. فرقه صغيره مش فرقه الكبيره اللي بيلعب قدامها، بس هو عمل اللي عايزه، امن دفاعاته تماما. شوبير ما راحش عليه غير شوطه واحده، وفي نفس الوقت كان عامل خطوره على في الشق الهجومي مره واثنين وثلاثه وجاب منهم جونين. عمل طلع باللي عايزه من الماتش واقل مجهود. نشوف الزمالك والمصري ان شاء الله هيعملوا يوم الاحد، ونتكلم عن الماتش ان شاء الله باذن الله ونحلله. السلام عليكم.